بما ان الفكره مش فكرتي فانا هعمل تماما زي ما الراجل قال، يعني انا مش هضيف حتى وجهه نظري في الموضوع. خلاص طبعا بنحتاج الين كي. بتفك المسمارين وصباعك تحت المسمار، ليه؟ عشان المسمار ما يقعش تحت. خلاص الموضوع سهل، بس اعمل زي ما انا بقول لك كده بالظبط. فكرتي كفل الشر، مفيش افكار ولا حاجه ان شاء الله. عموما هي مش فكرتي. ببساطه شديده هنلغي حساس الايدل. والله زي ما سمعت كده الراجل ده بيقول ان هو لغى حساس الايدل والعربيه بقت زي الفل. وايه الطريقه؟ قال ان انت هتفك الثلاث مسامير اللي ماسكين الحساس، هتشغل الكونتاكت، صباع الصمام هيطلع لقدام علشان يقفل، وبتيجي مركب على كده وبتشغل والدنيا بتبقى ناعمه وزي الفل. يلا بينا بقى نجرب اللي قاله. بعد كده الحساس هتاخده بايدك من هنا كده وتحركه بشويش فوق وتحت وسنه يمين وسنه شمال، بشويش عشان ما فيش حاجه تبوظ ولا تتكسر منك. طبعا هو في جوان المفروض يبقى موجود هنا، بما ان الجوان مش موجود هنا يبقى موجود جسم البوابه نفسه موجود في الحساس اهو. فطبعا لما بتحرك بشويش عشان الجوان ده ايه ما يقعش تحت. خلاص خلي الحساس على جنب كده وهدخل بقى افتح الكونتاكت. اول ما صباع الصمام خرج فصلت الفيشه زي ما الراجل قال بالظبط وهنركب على كده. طبعا احنا فصلنا الفيشه بتاعت الصمام اهوت زي بالظبط ما الراجل بيقول انا بنفذ. وهناخد الصمام اهوت، هجيب بس الجوان اركبه له. والناس اللي ما تعرفش الصمام ده ليه وضعيتين، وضعيه فتح بتسمح بدخول الهواء، ووضعيه قفل بتمنع دخول الهواء، وهشرحها بالتفصيل في اخر الفيديو. ولكن دلوقتي انا بس عاوز اركز على الفكره علشان ما نشتتش. خلاص كده ربطنا المسمارين، الصمام اهو مكانه والفيشه ايه مرميه على جنب اهو. هنبتدي بقى ندخل جوه العربيه ونجرب نشوف ايه اللي هيحصل. لحظه الحقيقه، هنبتدي بقى ندور العربيه ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا العربيه على وشك انها تبطل، مش منتظمه اطلاقا وبتترجق. هنبتدي بقى دلوقتي نجرب التكييف كمان نشوف هيعمل فيها ايه. انا ايدي على التكييف اهو، وركزوا مع عداد الار بي ام، هحاول اجيب الاثنين في نفس الكادر. بص مع التكييف بقى اول ما الكمبرسور ابتدى يلقط، بص الدنيا بقت يعني اعلي المروحه عشان ما حدش يقول انت ما انتش مشغل التكييف. بصوا الوضع مأساوي حقيقي، يعني مش حلو خالص صراحه. الار بي ام منخفض والعربيه بتترج كلها، في اصوات مش عارف انتوا سامعينها ولا لا. ففكره ان الحساس يبقى خارج بره دي فكره مش كويسه. هجرب بقى هخليه يدخل جوه ونجرب تاني نشوف بقى ربما الايه. يعني ادينا جربنا لما خرج بره، نجرب بقى لما ندخله جوه نشوف هتفرق ولا لا. يلا بينا. بنفس الطريقه هتخلي حد يفتح لك الكونتاكت، اول ما الحساس يبتدي يدخل او الصمام يبتدي الصباع يدخل لجوه هتبتدي فاصل الفيشه علشان نركب بقى ونجرب الجزء الثاني من التجربه عشان نشوفه برضه هينجح ولا لا. يلا بينا. ادي الفيشه اهو، وكده الصمام اتربط مكانه وداخل لجوه مش خارج لبره. هنجرب بقى نشوف ايه اللي هيحصل. وجاءت لحظه الحقيقه، لكن المره دي طبعا زي ما قلنا مفتوح مش مقفول. بسم الله. طبعا ده منطقي. ليه منطقي؟ لان الحساس فاتح او الصمام فاتح، وطبعا مفيش داعي بقى نشغل تكييف ولا حاجه لانه هيشتغل زي الفل اهو. عز الطلب زي ما بيقولوا، كده كده الار بي ام عالي، ف كل حاجه هتبقى شغاله مفيش مشكله، لان العربيه كده كده مش هتبطل، العربيه هايجه اصلا. لاحظ كده طريقه عمل الحساس او الصمام دوت، هتلاقيه مع قفل وفتح الكونتاكت بياخد وضعيتين، اما انه بيقفل فيمنع دخول الهواء او يفتح فيسمح بدخول الهواء. وطبعا لما بيبوظ او بيعطل بيعلق على واحده من الوضعيات دي، اما انه يعلق على وضع الفتح فيسمح بدخول كميه كبيره جدا من الهواء فتلاقي العربيه تهيج والار بي ام يبقى عالي جدا جدا زي ما انت شايف على 2 أو 3، او يعطل منك على وضع القفل فتلاقي العربيه تبطل مباشره اول ما تشيل رجلك من على البنزين لانه بيكون قفل مسار الهواء. زي ما انت شايف احنا داخلين على المطب اهوت والعربيه بطلت لان حساس الايدل معلق على وضع القفل. خلينا بقى نفهم هو بيشتغل ازاي. ببساطه شديده اول ما بترفع رجلك من على دواسه البنزين زي ما انت شايف الثروتل بادي بيتقفل تماما، وهنا طبعا المحرك مش هيقدر يدخل له هواء ولا يتنفس فطبيعي انه يبطل. لكن ده ما بيحصلش بسبب وجود مسار هواء بديل عند السهم الاحمر دوت، الخرم اللي انت شايفه ده. الخرم ده بيمثل مسار هواء بديل بيسمح للمحرك انه يشتغل في حاله ان الثروتل بادي او البوابه مقفوله. طبعا انا بشكر جدا استاذ مصطفى حسين على ان هو بيشارك الفكره اللي نجحت معاه مع الناس، وجزاه الله خير يعني على كده. لكن انا اغلب ظني ليه هو فكرته نجحت
ومع بقيه الناس مش هتنجح. انا اعتقد ان هو عنده تسريب من البدايه، ولان عنده تسريب فكانت العربيه بتهيج باستمرار، مش بسبب صمام الايدل، لا بسبب التسريب. فلما هو قفل الصمام خالص العربيه اشتغلت على التسريب. التسريب ده بقى ممكن يكون من احد الخراطيم، ممكن يكون المانيفولد نفسه مكسور، ممكن يكون من اي حته. خلاص، فهو اصبح عايش على التسريب اللي حاصل عنده، والدنيا بقت زي الفل. لكن اي حد هيجربها مش منطقيه طبقا اللي انا شرحته. الصمام لو قافل مفيش مسار اصلا دخول هواء، الهواء هيدخل ازاي؟ البوابه بتكون مقفوله وانت قافل الصمام، فالعربيه الار بي ام هينزل جامد والعربيه هتبتدي انها تبطل، فمش منطقي اطلاقا يعني. طب لو انت سبته مفتوح العربيه هتهيج. طب في حل ثالث بقى، ان انت تخليه في النص. الار بي ام هيبقى مثلا بدل ما هيكون على 3 هيبقى على 1.5 2، العربيه هتفضل هايجه وهتاكل بنزين، وهيبقى الموضوع مش منطقي اطلاقا. انا بشكره جدا جدا، وانا سبت طبعا اسمه علشان الفكره تبقى منسوبه ليه هو، لان انا صراحه ما جاش في بالي خالص نعملها، او انا صراحه مش مقتنع بيها. لكن ما سبحان الله التجربه هي اللي بتبين الحاجه دي تنفع او لا. ففكره الغاء صمام الايدل انا مش معاها طبقا لتجربتي. انا برضو مش بنهي الموضوع، لان المشكله ان الناس كتير قوي بتقول انها ناجحه معاها. عاوز اقول لكم مش استاذ مصطفى بس، عدد رهيب من الناس بيقول ان الفكره ناجحه والغاء صمام الايدل حقيقي، ولكن زي ما بقول لكم هو غالبا بسبب ان عنده تسريب اصلا في الاساس. اتمنى من الله الفيديو يكون ممتع ومفيد، واتمنى ان انا اكون افدتكم. وما ننساش يا جماعه الدعاء لاخواننا في غزه، ربنا يا رب يلطف بيهم جميعا، وربنا يعفو عننا ويتقبل مننا الاعذار ساعه